اسمع حتى تعلم لماذا اختار الله أولئك الرجال لصحبة نبيه. اسمع حتى تعلم لماذا اختار الله أولئك الرجال لصحبة نبيه. سمع النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يقال له خالد الهذلي يجمع الناس في مكة ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم جنديا من الصادقين وقال له يؤذيني خالد الهذلي ويتطاول علي. فقال الجندي روحي لروحك فداء مرني بما تشاء، روحي لروحك فداء مرني بما تشاء. فقال صلى الله عليه وسلم اذهب إلى مكة وأتني برأس خالد الهذلي، اذهب إلى مكة وأتني برأس خالد الهذلي. ما تردد الصادق ولا تلكأ، ما قال اعذرني، ما قال المهمة صعبة، ما قال أرسل معي فلانا أو فلان، لكن قال مستفسرا يا رسول الله ما رأيت الرجل قط ولا أعرفه. فقال صلى الله عليه وسلم علامة الرجل أنك إذا رأيته تهابه. كانت العرب تقول خالد الهذلي رجل ب1000 رجل من شدته وبأسه، لكن أهل الإيمان لا يهابون إلا الجبار، لكن أهل الإيمان لا يهابون إلا الجبار. يقول شيخ الإسلام ولا يخاف من المخلوق إلا من في قلبه مرض. فانطلق ابن أنيس الشاب التقي النقي حتى وصل إلى مكة، حيث أقام خالد الهذلي مخيما له في منى يجمع الناس لمؤامرته الدنيئة. فجاءه عبد الله بن أنيس عارضا خدماته ومساعداته، فالحرب خدعة، فقبله وأدناه، وكان ذو رأي ومشورة، فقربه منه. وبعدها بأيام يسير هو وخالد الهذلي خلف الخيام، فاختلط عبد الله بن أنيس سيفه واجتز رقبة الرجل. هكذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تعودوا على جز الرقاب تقربا إلى الله، ونحن نخاف أن نجتز رقبة شاه أو دجاجة. فرجع عبد الله بن أنيس قافلا إلى المدينة بعد أن أتم المهمة يحمل رأس الكلب بين يديه. فلما وصل كان الوحي قد سبقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن الجندي قد أتم المهمة على أكمل وجه. فما إن رآه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أفلح الوجه، ما إن رآه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أفلح الوجه، خذ عصاتي توكى عليها أعرفك بها يوم القيامة، وقليل هم المتوكئون، خذ عصاتي توكى عليها أعرفك بها يوم القيامة، وقليل هم المتوكئون. فلما مات عبد الله بن أنيس أمر بتلك العصا أن تكفن معه في كفنه، شاهد وآية وعلامة أنه نصر الله ونصر الرسول. لا نريد عواطف، لا نريد دموع، شبعنا من هذا. نريد صدقا في المحبة، نريد صدقا في الاتباع. لا عذر لأحد، لا عذر لأحد، والدين النصيحة لله ولرسوله ولولاة أمر المسلمين. من كان يحب الله ورسوله فلا يبيتن الليلة إلا هناك. مطلبنا لا يبقى سفيرهم وسفير النرويج ساعة واحدة في أرض محمد صلى الله عليه وسلم. من كان يحب الله ورسوله فلا يبيتن الليلة إلا هناك. وأهل النيجر الفقراء الضعفاء ليسوا بأشجع منا، فقد طردوا سفير الصهاينة. لا تعتذر بمدرسة أو اختبارات، فالذود عن نبينا أغلى من كل شيء، هو مستقبلنا، هو حياتنا. لا تعتذر بوظيفة أو مهمات، فهو دنيانا وهو آخرتنا.
اليوم نعرف الصادق من الكاذب. اليوم نعرف الصادق من الكاذب. ما رأيناك يا حبيب القلوب، ما رأيناك يا حبيب القلوب ويا طبيبها، ولكن يعلم الله كم تشتاق الأنفس للقياك. ووالله الذي لا إله إلا هو لأنت أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا وأهلينا والناس أجمعين. فدلك من يقصر عن فداك، فما شهم إذن إلا فداك. أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. إن أحب أسماء المناداه لنا حين يقال لنا يا أمة محمد. إن أحب أسماء المناداه لنا حين يقال لنا يا أمة محمد، وحين ننادى بها نقول لبيك 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 يا رسول الله. والخبر ما سيرى أولئك القوم لا ما يسمعون. فالشباب والشيب والنساء والأطفال متعطشون للذب عنك وعن عرضك وعن التراب الذي وطأته قدميك. وسيعلم أولئك أنك تركت رجالا، وسيعلم أولئك أي منقلب ينقلبون. نحن لا نحتاجهم ولا نحتاج أبقارهم ولا حليبهم وزبدتهم، هم يحتاجوننا. قاطعوهم قطعهم الله. ولا تكن المقاطعة ليوم أو لأيام، بل أبدا ما حيينا. لسان حالنا ما قال إبراهيم عليه السلام ومن معه لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يا تجارنا لا تخذلونا. يا أهل الصحف والجرائد والمجلات لا تخذلونا. يا أهل الشاشات والقنوات لا تخذلونا. يا ولاة الأمور، يا ولاة الأمور، يا خدام الحرمين لا تخذلوا أمة محمد ولا تخونونا بالله وفي نبيها. فليكن ولاؤنا لله ورسوله، والبراءة من أعداء الله وأعداء رسوله. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال جل من قائل إن الله وملائكته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وصفيك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اجعلنا محمدا خير ما جزيت نبيا عن أمته.